الفنان محمد فؤاد ظهر أمام مستشفى بصحبة أشقائه وأبنائه الذي ذهبوا للإطمئنان على صحة شقيق النجم محمد فؤاد. يطمئن الناس كلها ده فضل من ربنا خلى الموضوع ده يحصل علشان نلحق الحاج عبد العزيز ونجيبه هنا وربنا يكتب له النجاة. كلنا ماشيين على قدر الله، واللي قدره ربنا احنا راضيين بيه. اي حاجة لوجه الله احنا متسامحين فيها كأن لم يكن شيئا. ومصطفى اخ عزيز وراح ولا جه، اخونا رجل مواطن مصري، اخ ليا وزي ابني واخويا الصغير الحمد لله يطمنوا. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الفنان محمد فؤاد أثناء دخوله في مشاجرة مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي. وكشف مصدر آمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل المشاجرة قائلا إن الطبيب مصطفى حرر محضرا في قسم الويلي الذي يتبعه مستشفى عين شمس التخصصي، ويتهم فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف. وأوضح المصدر أن محمد فؤاد وصل إلى المستشفى برفقة شقيقه الذي دخل المستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تأخر دخوله إلى العيادة دخل الفنان في مشاجرة مع الطبيب المعالج بعد أن قال له الفنان أنت مش عارف أنا مين. كده ما سمعش يموت هيتزرق. اصور اقسم بالله لا يلا انت اسف. هنشوف يا دكتور حاج. ده خطر ده خطر ده خطر على الناس. ايه بتصور؟ انت بتصور هنشوف يا دكتور حاج. ده خطر ده خطر ده خطر على المرضى. ايه بتصور؟ ده خطر. انت بتصور انت صور ماشي. اوعى بس ايدك. ده خطر على المرضى. يلا يا محمد يلا يا محمد يلا يا محمد. اخويا اهو جاي بجلطه، وده مش عايز يعمل حاجه وبيشتمنا. قليل الادب محمد فؤاد قدامه بيشتمه. لازم اعرف اسمه ايه. لازم اعرف مين ده.